ليلى زاهر ظهرت لأول مرة بعد الجواز، وحبيبة العوضي كانت إطلالتها غريبة جدا. فساتين النجمات عملت قلق بالعرض الخاص في فيلم المشروع إكس. أول إطلالة كانت لدينا فؤاد، واللي تعتبر أجرى إطلالة لأن فستانها كان قصير جدا وحاولت ما تتصورش كتير بيه. تاني أجمل وأشيك إطلالة بقى فكانت لياسمين صبري، واللي خطفت الكاميرات بجمالها اليوم ده. أما بقى كارولين عزمي فكانت إطلالتها غير تقليدية خالص، ولبست بدلة نبيتي اليوم ده. كمان كان في منافسة جامدة جدا بين زوجات النجوم، يعني مرات ماجد المصري كانت متألقة جدا، أما بقى مرات حماقي فكتير شافوا إن إطلالاتها غريبة. كمان مرات إياد نصار لبست فستان محتشم وأنيق جدا. ليلى علوي كمان قدرت تتألق بفستان، ورغم إنه بسيط بس كانت شيك قوي. وبعد اختفاء أسابيع في شهر العسل ظهرت أخيرا ليلى زاهر مع جوزها هشام جمال ببدلة كلاسيك محتشمة جدا، والغريب إنها كانت رافضة التصوير، لدرجة إن هشام قرر